Salut la team, j'espère que vous allez bien. صحة رمضانكم. رجعت نطلع لكم بحلويات العيد كما عودتكم، وبدينا نديروا مع بعض الحلويات تاع العيد لهذا العام. اليوم اختاريت نعمل معكم العرايش، الوصفة التقليدية الجزائرية المحبوبة عند كامل الجزائريين، ولكن كل واحد باللمسة نتاعو. واليوم جبتها باللمسة تاع اسمها سكري سالي. كما راكم تشوفوا نروحوا ديريكتومون الوصفة تاعنا نتاع نهار اليوم. انا هنايا دون ان ريسيبيون حطيت 3 كيلات نتاع لافارين. الكيله تعبروها باش ما حبيتو، باسكو نشوف ديما في التعاليق اسمها الكيله واسم هي الكيله هي العبر، كيما نقولوا عبر يعني كاس ولا غرفيه ولا كيلو ولا كيما تحبوا. درت 3 كيلات تاع الفارينه، كيلة الصبع نتاع السمن 100% سمن، ونكومبليتيو كيلة كومبلي بالزيت. كما راكم تشوفوا انا نزيد نعمر حتى الفوق بالزيت السمن، ونكومبليتيو بالزيت كما راكم شفتوا هكذا في الفيديو. كل شيء واضح. نعمل حفرات صغيره هنا في النص هذيك لاباغين. نحط هذاك السمن تاعي لي بيان سور يكون دايب وبارد، ناكد يكون بارد، لانه لاباغين تاعكم الا عملت لي غريمول الحلوه راهي ما تجيش مليحه، والعجينه ما تجيكمش رطبه، ما تجيكمش مبسه. درت رشيشه تاع الملح، ومعه شوفوا نص مع الهنايا تاع لافاني تمد بنا هايله لهذيك العجينه تاعنا. وهنا درت نص كاس تاع الحليب، وكومبليتيت عليه بالمزهر، يعني لم بالحليب والمزهر ما نلمش بالماء. هذه الوصفه تاعي انايا. هنا كما راكم تشوفوا هنا راني نبسس هذيك لابارين بالسمن تاعي، لازم نبسسهم مليح مليح. ندخل كامل هذاك السميد بليتو سمحوا لي في لافارين تاعي تتبسس كامل، باش عاده نبقى نلم بالحليب والمزهر. الحليب والمزهر ما كانش عبر معين، يعني راكم تلموا حتى كي تلم لكم، ولكن جينيرالمون ما تاخذش منكم كونتيتي كبيره، يعني شويه برك. يعني هذا ما كنبسو كي نديروا السمن العجينه بخسك تلتم، نزيدوا غير شويه باش نلموها وخلاص. انا راح نبقى نزيد بالعقل حتى تلتم لي ونتحصل على عجينه تكون متماسكه وطريه في نفس الوقت. هكذا نحو معها غير بالعقل، وانا نضيف هذاك الحليب ومزهر حتى تلتم لي هذيك العجينه نتاعي. هكذا كما راكم تشوفوا انا التمت لي، لميتها كامل، يعني حاولت فيت فيه باش تشوفوا معايا ما نديش من وقتكم. كما راكم تشوفوا هنا نغطيها ونخليها ترتاح ديك 4 ساعات حتى 20 مينوت تريح لنا هذيك العجينه باش حتى نطلع الخدمه. وهنا بلا ما العجينه تاعي انا راهي تريح، نروحوا نحضروا الفخ تاعنا مع بعض. 3 كيلات تاع اللوز يكون مرحي رقيق، انا صراحه شريته واجد. جيت نحمصو شويه، مش نحمصو يعني ندخلوا الفور يكون سخون وطافي، ونخرجوه غير شويه باش نخرج منه هذيك لوغو تاعو. درت معلقه كبيره تاع السمن دايبه، معلقه نتاع لافاني، وربع عندي هنايا 4 كيلة نتاع السكر. نفس الكيلة اللي عبرت بها في الاول الفارينه هي اللي نعبر بها في الاخر. نبسس كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه. نبسس كل شيء مع بعضه ونلم بالماء والمزهر. هنا لافخس تاعنا نلمها بالماء والمزهر، ما نديروهاش جاريه بزاف ما نديروهاش ناشفه، يعني ادو ما تتماسك لنا ونتحصلوا على عجينه نقدو نشكلوها في يدينا. هذه هي كما راكم تشوفوا هذا حليت داك السكر يطوب بيان كل شيء. تقدروا ديروا منكهات اذا حبيتوا، هذاك يرجع لكم، ولكن العرايش التقليديه ما فيهمش منكهات. درت الماء والمزهر ونبدا نلم حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه وتكون مليحه. هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه راني نسيي نوري لكم كل شيء بالتفصيل وبالديتاي الممل، باش هكذا ما تفوتكم حتى حاجه. هكذا حتى تمت لي العجينه. شوفوا هذه هي القوام تاع العجينه اللي نتحصلوا عليه، هذا هو القوام تاعها. عجينه متماسكه ماشي طريه بزاف وماشي ناشفه. انا هنا نروح نوزن العجينه تاعي باش نخدم. في العجينه درت 35 غرام، وفي لافاخ درت 15 غرام. هاي العجينه طريه رطبه ما شاء الله. انا هنا صراحه كملت كل شيء في اللايف تاع الفيسبوك، راح نحط لكم لو لايف لو ليان تاع لو لايف اللي كملت فيه العرايش. اللي ما حاضرينش معنا، اللي ما كانوش حاضرين معنا، يروحوا ديريكتومون يشوفوا النصائح ولو لايف وكل شيء اللي درناه مع بعض. هنا حاولت ندير معكم غير حبه وفيت في. درت 35 غرام في العجينه، ودرت 15 غرام في لافاخس. وزنت كل شيء مع بعضه وحطيتهم دو كوتي وغلفتهم باش هكذا يساعدني للخدمه، ما نبقاش يعني نوزن ونخدم. نوزنهم ضربه واحده ونحطهم هكذا. وانا هنايا العجينه تاعي قسمتها على زوج، درت كونتيتي كبيره باسكو درت العرايش ودرت الكعكات، قسمتها على زوج.
نفس يعني لاغوصات اللي ندير بها العرايش ندير بها الكعكات يعني نفسها. وهنا لافاس نفس الشيء. هنا راح نشكلوا العرايش تاعنا. يعني راح نوري لكم لا ميثود تاعي انا كيفاش نشكل، وهي تقريبا لا ميثود تاع كامل الناس يعني ماشي حاجه ولا اختراع جديد ولا، ولكن شاكان سافاسا ممكن يعني لمسه خفيفه حاجه منا ولا يعني بزاف اللي يقول لك الشكل احنا ما يخرج لناش ولا ما ننجحوش فيه ولا حاجه. بالي هذا حاولت نفيكسي اكزاكتومون يعني في لو بلان دو طرافاي لا فاصون دو طرافاي تاعي انايا كيفاش نشكل العجينه ولا فاخ تاع الحبه تاع العرايش هكذا يعني سهله. اهم حاجه انه العجينه تاعنا نحلوها رقيقه باش ما تجيناش يعني خشينه وتجينا فايتي لداخل تجي مرأة. يعني شوفوا هذاك التوراق تاع التثنيه تاعها كما راكم تشوفوا سهله مهله يعني ما سا دوموند با غران شوز. جيت شويه تاع التركيز برك هذا ما كان. حاولت نخدم معاكم حبه باش تشوفوا الطريقه اكزاكتومون كيفاش تجي هكذا. هنايا كي نسكر بيان قبل ما نقلبها نجبد هذوك الودنين كيما نقولوا حنا نحي هذوك الزوائد ديما نحيهم بس نحب اللوز يكون واصل حتى الاخر ما نحبش هذيك الخواله بات بلا اللوز. نجبد شويه هكذا عاده ونقلبها نقلب العجينه تاعي عاده ونبدا نجبد في هذوك الودنين هكذا نجبدهم بيان ما تخافوش جبدوا بيان اوكان بروبليم. يعني نحاولوا نجبدوا لا فارس بليس لا بات باش يعني ما يكونش عندنا بلاصه فيها لا بات العجينه بلا لا فارس نروحوا معها غير بالعقل هكذا وحنا نجبدوا. من بعد هاد لا ميثود اللي نخدم بها انا اللي هي 3 صبعين نحكم بهم هذيك العجينه نتاعي وندور على صبعيه كما راكم تشوفوا يعني سهله راه واضح. ندور على صبعيه حتى نتحصل على حبه العرايش هكذا كيف كيف الحبه كي اختها وتحكم لنا لافورم. هذا الناس اللي ما تخرجش معاهم ممكن تكون بيتيت استيس اللي تنفع بزاف تاع الناس اللي ما يعرفوهاش مع انه كاين بزاف اللي يعرفوها صراحه ماشي حاجه جديده. هذه هي تجينا حبيبه شابه متحوفه الله يبارك ما شاء الله. هنا انا كملت كامل الحبيبات تاعي وتأبتهم هكذا بامتي كوردون ودخلتهم يطيبوا على درجة فرن 160 درجة شعلة طونون. هذه هي من بعد ما طابولي حمارو بليتو سمحوا لي هالصيام راكم عارفين اني عاده ما فطرتش اني عيانه. شوفوا حمرين ملاح ما شاء الله عليهم وطريين. روحوا شوفوا لو لايف تاع الفيسبوك اني حفدت لهم حبه وشافوها كيفاش قبل التسكار. وهنايا درت كعكات بعد ما كملت عرايش شكلت الكعكات تاعي صراحه في الفيديو تاع اليوم راح نوري لكم جيت الديكور نتاع العرايش وراح نحط لكم فوتو تشوفوا الديكور نتاع الكعكات لانه كنت عاده ما كملتوش حبيت ندير المونتاج ونحط لكم. حطيت لكم غير تاع العرايش وتاع الكعكات اكيد اللي راكم متبعينها معايا في الفيسبوك راكم شفتوه وراح نحطها لكم هنايا فيديو خفيف ظريف باش تشوفوا الكعكات كيفاش درت لهم لاني سكرتهم. العرايش درت لهم الطليه والكعكات درت لهم التسكار. هذه هي متتبعين الاعزاء في الوقت اللي راكم تتفرجوا ديروا جام ما تبخلوش يعني جام راه حاجه خفيفه تشجعوا بها المحتوى الهادف. راكم عارفين المحتوى تاعنا راه فيه تعب كبير 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 الوقفه والخدمه والمصروف والمونتاج وبزاف صوالح واني نتشجع صراحه على لايفيتو حاجه مش سهله. لهذا ما تبخلوش انكم تشجعوا بجام وكومنتار وحتى بارطاج علاش الله لحبابكم وصحابكم في لي جروب اللي راكم اللي فيهم واتساب وما تحبوا يعني كدعم كتشجيع للمحتوى الهادف وما نحسوا بلاكم تقدروا التعب تاعنا اللي احنا نديروه على جالكم. هذا ما كان. هذه لا فاصون تاعي انايا تاع الكعكات. انا صراحه ما نطيبش كل شيء في لي مول يعني نستعمل المول غير باش ناخذ العبر. هذا ما كان ناخذ العبر به برك هذا ما كان ومن بعد نحيهم ونحط في البلاطو يكون داري لا فورم نتاع المول نتاعي. ما يعني شحال ادنا ليمول باش نطيبو صراحه انا ما نحبش هاد لا ميثود نتاع طيب في المول ناخذ به العبر هكذا اوب سي بون بعد نحط في البلاطو يجيني سواسو يجيني كيف كيف. كملت هنايا كما راكم تشوفوا شكلت كامل الحبيبات تاعي بنفس الطريقه وطيبتهم حتى هما هادو ما سكرتهم صراحه في اللايف في الفيسبوك في اليوم مول الفطور تشجعت وعملت لايف وسكرنا مع بعض قصرنا ضحكنا لعبنا. دوك نحط لكم اللوريا ان شاء الله هنايا في البعض انفو. هادو هما كامل الحبيبات شوفوا كل حبه كي اختها يعني ما شاء الله بلا مول بلا حتى حاجه. وهنايا بالنسبه للطليه نحط لكم اللوريا نتاعها في البعض انفو ديجا درتها معكم في العرايش اللي درناهم بالحجر الجيود ما حبيتش نعاود في الفيديو باش ما نطولهاش يعني ما راح تكون طويله. راح نحط لكم الوصفه تاعي اللي راها موجوده هنا في القناه وسكرتهم ودرت الطليه درتها في الفيسبوك. وهذا الديكور اللي
اختاريته انايا للعرايش نتاوعي. صراحه راح ندير لكم فيديو خاص راح يكون غير بالتزيين وبالورود وبلي فاي ايتو، راح يكون فيديو بوحده غير على التزيين باش هكذا ما نخلطش الوصفه مع الديكور. كنت حضرتهم من قبل هاد لي فلور و لي فاي كما راكم تشوفوا هكذا. حبيت ندير طليه في الابيض، درت لها كولورون ابيض باش يعني الديكور هذاك اللي من الفوق يجيني شباب. هنايا عندي هذاك لا بودر ميتاليك، زدت لها شويه تاع الزيت اللي راح نخدم بها، والورقات خليتهم بيضين كيما هكذاك. خدمتهم بلون بورت بياس، ماشي بلون بورت بياس، بهذاك خاص بالورق. هربت لي الهضره صراحه. حنا راه باقينا بالك واحد 10 مينوت ويأذن عندنا الفطور تاع غراني اورلين صراحه. مي هكذا قلت نعمل ايفور نعمل لكم المونتاج ونحطها باسكو على بالي بلاكم تستناو في الوصفه. كانت هذه الطريقه تاعي انايا في التزيين. درت هذوك لي فلاغ درتهم بلو. فقط نصيحه الكامل حلوجيات، هذاك البتي ديكور اللي دايرينه في النص هذاك عقاش يعني ما ينتكلش. كي نخدموا من الافضل نعملوا ام بتي بابي ولا حاجه ننبهوا بها لا كليونتال تاعنا بلي هذاك ما ينتكلش، خصوصا للاطفال الصغار لانه راكم عارفين يحبوا ياكلوا باتاسيك. باتاسيك تنتكل هي حلال 100% نشريوها حلال، ولكن باش نتفاداو انه الصغار يروحوا ياكلوا هذاك راه فقط تزيين. يعني كي نخدموا لا كوموند هذاك راح يتنحى ويعاود يتخدم به كاطو واحد اخر من الافضل. هذه فقط نصيحه للحلويات لانه ماشي كامل يطبقوها. هذه كانت النتيجه كما راكم تشوفوا نتاع التزيين تاع العرايش تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى يكونوا اعجبوكم ونالوا اعجابكم، وحتى ولو كان ما تدوش وصفه راح تدو فكره نصيحه يعني بزاف تاع صوالح. على بالي نقدر نتكل عليكم في البارطاج ولي جيم سورتو كتشجيع فقط. هذا ما كان لانه من بعد ما نتعبوا هذا التعب كامل والله صراحه لو كان ما يكونش كاين تشجيع ما راحش نكونوا فرحانين.